الحكومة ترى أن ما يأخذه المواطن الكويتي كثير عليه، ترى أنها لا يجب أن تدفع من أموال الدولة مثل هذه المبالغ غير الحقيقية غير الواقعية، إلا أنها بالورق صحيحة. واقع الحال النفط اللي ناخذه ويوضع في محطات الوقود، بمعنى أن كلفة استخراجه $7 وكلفة نقله $2. إذا أنا عندي $9 في حين الحكومة تقول أنا أدعم المواطن 120 على سعر برميل النفط، وهذا أكبر تضليل للشعب الكويتي. لازم أعطيكم مثال بسيط. لو أنا كنت تاجر تليفونات، أشتري التليفون ب10 دنانير وأبيعه ب100 دينار، بعت لي 20 تليفون وجاني ابني وعطيته تليفون، لما أجي أسوي ميزانيتي وحسابي أحسب أني أنا بعت هذا العدد على الناس بواقع فائدة 90 دينار، لكن اللي مع ولدي اللي عطيته ولدي المفروض سعر التكلفة أحسب على نفسي 10، لا الحكومة حسبت علينا ب100 مثل بيعها للنفط. ترى هذا اللي حاصل، الحكومة تقول أنا أقدر أبيع 120 فمعنى هذا يكلفني 120. ترى إجمالي ما تنفق الحكومة على محطات الكهرباء يا جماعة ما يتجاوز 200 مليون دينار، وهم يقول لك بالميزانية لا 2,700,000,000 أنا أقدر أبيعه برا واخذه كذي. المجلس هذا المجلس نفسه وقف رئيسه وقال ليش نضحك على الذقون؟ لا سيمس جيب المواطن. موجود 49 واحد لكن ما فيهم شخص واحد وقف وقال لا يا أخي مو على كيف، هذا الموضوع يرجع لنا، ولا واحد تكلم. احنا سعادة الرئيس ما نقبل هذه الزيادات، وهذه زيادات غير مقنعة. ومساعي يتكلم الأخ وزير المالية بالإنابة ويقول احنا عندنا مشكلة حقيقية، هذه المشكلة هل هي جديدة؟ من عمر الدنيا نعرف النفط هو المصدر الوحيد، لكن شنو قدمتوا لنا فيها؟ الحكومة تتشدق دائما بموضوع الدعم الذي تقدمه للمواطنين، وهذه أكذوبة كبيرة بل تضليل.